ازيكم يا شباب؟ النهارده معاكم ملتو في فيديو جديد. فيديو النهارده في كده كام تجربه اللي هو تخليك ترتاح، حاجات كده زي اليوجا والحاجات دي. فالنهارده هنجرب كذا تجربه منهم وهنشوف انهي اللي هتنفع. وطبعا الحاجات دي مفيش اي حد بيجربها، بس احنا هنشوف الدنيا مع بعض. ليتس جو. اول حاجه معانا في يوجا اسمها يوجا الضحك. تضحك غصب عنك لحد ما مخك يفتكر ان انت فعلا سعيد. الحته دي فكرتني بمسلسل يعني اضحك بالعافيه، ما مخي عارف ان الضحكه دي متصنعه في ايه. يعني انا بجد مش عارف دي تجربه راحه ولا دي تجربه، يعني اللي هيسمعني كده هيقول عليه مجنون. يعني تخيل حد يسمعك انت عمال تضحك باوفر كده من غير سبب. برضه انتوا جربوا التجارب دي وقولوا لي نفعت معاكم ولا لا. التجربه الثانيه معانا بيقول لك انك تقعد تعمل راسك كده باي فرشه. يلا بينا. طبعا الفرشه جاهزه، المفروض بقى نعملها ازاي كده. تجارب فاشله، يعني نصيحه ما حدش يضيع وقته ويعمل التفاهات دي. يعني المفروض ان انا كنت عارف ان انا لما اعمل التجربه دي المفروض بقى ايه، كنت اقول ده انا هنام يا نعسان. ممكن انا ما كنتش جربت التجربه حلو، هي عامه حلو، بس لو حد دخل عليك وشافك وانت عمال تعمل كده انت هيقول عليك مجنون. فممكن نديها نص من 10. واشهر افتكاسه في العالم بقى ان انت مثلا تحط سماعه في ودنك وتسمع صوت بقى مطره. اديها 8 من 10، احسن تجربه عملناها النهارده. انت من كتر حلاوه الصوت مش هتعرف ده راحه نفسيه ولا انت رحت عالم تاني ولا في ايه. في ناس تانية بشوفها على تيك توك اللي هي بتمسك بص في المايك كده تقعد تعمل كده. انا ما اعرفش ايه الصوت. بيقول لك بقى انك لما تقف على راسك هيديك راحه غير طبيعيه. انا التجربه دي مش هجربها تاني. انا ما كنتش شغال في سيرك كده. التقييم بتاعها ربع من 10. وبس يعني كده نكون وصلنا لفيديو النهارده. يعني بصراحه ما حدش يجرب اي حاجه من دي، عشان ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتكتب لي كومنت برايك. سلام.